من المشروبات اللي كلنا بنحبها في الشتاء تحديدا بتدفينا كده الهوت شوكليت. هنعمل البودر النهارده بمقادير بسيطه وسهله جدا. لو جربتي تعمليه في البيت استحاله تشتريه تاني من بره. هقول لك بقى ازاي تعملي احلى هوت شوكليت في البيت، وكمان طريقه الحفظ المظبوطه. يلا نسال على الرسول في الاول نشوف هنعمله ازاي. المقادير بسيطة جدا. عندي نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، انا استخدمت الاسباني بس في نوعين، نوع غامق ونوع فاتح. هنجيب الفاتح اللي احنا بنشربه مش الغامق بتاع الحلويات. عيرت نص كوباية بكوباية الشاي العادية او الكوباية المعيارية وهضيفها في البن. وعندي نص كوباية من الحليب البودرة، يفضل يكون نوعية كويسة كده وكامل الدسم. وعندي نص كوباية من السكر البودر انا طحناه ونخلاه. وكمان ربع كوبايه من الكريم شانتيه الخام. وكمان عندي نص كوبايه من اي نوع شوكولاته حابه تبشريها وتعايري نص كوبايه او شوكليت شيبس، ده بيعزز الطعم. وممكن تستغني عن الخطوه دي خالص، بس الحقيقه هي بتدي طعم حلو قوي للهوت شوكليت. انا كان عندي شوكولاته خام في الفريزر طلعتها اختصارا للوقت، رحت ضربها ضربه كده في الكب لحد ما اتكسرت معايا القطع صغيره. بعد كده هننزل بباكت واحد، ما تزوديش بس من الفانيليا. حابه تضيفي معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان النسكافيه، اي طعم انت تحبيه، بندق او من غير مفيش مشكله. وشعره الملح اساسي اوعي تنسيها، بتبرز جماله. وكده جهزنا احلى واسرع بودره الهوت شوكليت اللي احنا بنجيبها من بره بسعر غالي جدا. المقادير سهله وبسيطه، هتحفظيها كده وانتي قاعده. قلبي بقى كده تقليبه محترمه لحد ما كله يتجانس مع بعض. وانا بقلب كده بقى نسيت اهم مكون، رحت جبته النشا. هنضيف معلقه من النشا واحده بس، ما تزوديش عن كده، تكون مليانه، يدي بس قوام وانت بتعمليه يكون طعمه حلو وقوامه حلو. النشا هنا مكون اساسي، انا كنت هنساه، اوعي تنسيه، جهزيه جنبك. وقلبي حلو قوي قوي. شايفين ما شاء الله عملنا كميه قد ايه؟ احنا بنجيب الباكت صغير قد كده، يعني عاوز اقول لك فيه معلقتين ما يعملوش كوبايتين اصلا برقم، يعني بيكون غالي. اعمليه في البيت والله طعمه تحفه. قلبت بقى كويس قوي، ويلا بقى نعمل احلى هوت شوكليت في الدنيا. ضفت هنا بقى كوبايتين من الحليب، حابه تضيفي كوبايه ميه على كوبايه حليب زي ما انت عاوزه، احنا اوريدي حاطين حليب بودر. هتضيفي بقى معلقتين حلوين كده لكل كوبايه حليب، معلقه حلوه كده مليانه من الهوت شوكليت. حابه بقى تزودي سكر زي ما تحبي. السكر هنا مظبوط جدا في البودر، لكن طبعا على حسب الرغبه. دوبيه بقى كله على البارد كده وحطيه على النار لحد لما يسخن معاكي. شايفين القوام؟ عاوزه اقول لك ريحته تجنن، مظبوط جدا، والسكر بتاعه 10/10. سمي بقى بسم الله وجهزي الكوبايات بتاعتك. تحفه بالظبط، هما جم بالظبط. كمان هقدمهولك زي اللي بيتباع بره بالظبط، قطعه بقى من المارشميلو ضيفيها كده على وجه الهوت شوكليت، حاجه كده تحفه. زي ما احنا متفقين بنعمل كل حاجه في البيت زي اللي بتتباع بره، بس بنظافه وتوفير البيت. جربوا البودر على طريقتي هيعجبكم جدا. قطعه بقى كده من الشوكولاته، شايفين بقى الجمال؟ احلى هوت شوكليت في البيت. البودر سهله جدا، مقاديره بسيطه، اظن بقى حفظتيها كده معايا. طب بقى طريقه الحفظ ايه؟ هتجيبي اي برطمان عندك يكون نظيف وجاف مفيهوش ولا نقطه ميه، وتبداي تعبي كده البودر، كل لما تحتاجي تاخدي منه. شايفين لونه؟ ما تفرقيهوش ابدا عن الجاهز، بس عاوزه اقول لكم كمان الجاهز بيكون عليه مواد حافظه، ده حاجه كده طبيعيه، وكل المواد اللي احنا ضفناها عارفين هي ايه. تقدري بقى تشربيه جنب ايه؟ احلى كيكه شوكولاته اقتصاديه مقاديرها بسيطه وصوص اقتصادي جدا بدون ما نستخدم شوكولاته نهائي. هتعملي كيكه كده مسقيه وخطيره، هنزل لك مقاديرها الفيديو اللي جاي. شايفين شربه كده من الصوص طريه قوي قوي وطعمها خطير.
عاوزاكم تجربوها. انتظروا الفيديو هيعجبكم جدا جدا الكيك ده، ولازم تجربوه. جربوا بقى بودره الهوت شوكليت على طريقتي، واوعوا تشتروها تاني من بره. انتظروني في فيديو جديد وبالهنا.